باختصار، صندوق النقد الدولي IMF هو منظمة دولية تأسست في سنة 1944 خلال اجتماع مؤتمر بريتون وودز في نيو هامشير في الولايات المتحدة. تأسس الصندوق بهدف التعاون المالي العالمي، بيهدف على عدم تكرار الانهيار الكبير في الاقتصاد العالمي، وبيضمن الاستقرار المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. مقر الصندوق الدولي في مدينة واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة. وجد الصندوق الدولي ليكون منظمة تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار المالي العالمي. بيتم تمويل صندوق النقد الدولي من خلال اشتراكات دول الأعضاء والقروض اللي بتقدمه للدول المحتاجة. تمتلك الدول الأعضاء حقوق التصويت في الصندوق، وبيتم اتخاذ القرارات بالموافقة عليها بناء على التصويت. بيتدخل الصندوق لإنقاذ اقتصاد البلد بتقديم القروض والإشراف على السياسات الاقتصادية. ولكن كعادة الغرب، الموضوع ما سهل أو ما بهي البساطة. الحقيقة في عدة شروط، مثل بيع مؤسسات في القطاع العام أو خفض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن السلع الأساسية وغيرها. المهم بيتألف الصندوق من 190 عضو بتمثل معظم اقتصادات العالم. من مهام الصندوق الدولي تعزيز التعاون النقدي العالمي وتوفير التمويل للدول الأعضاء اللي بتواجه صعوبات مالية. بيوفر الصندوق الدعم المالي من خلال برنامج والقروض اللي بتهدف إلى مساعدة الدول في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. بيتضمن ذلك تقديم الدعم لتوازن المدفوعات وإصلاح السياسات الاقتصادية وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك بيلعب الصندوق دور هام في مراقبة الاقتصاد العالمي وتقديم توصيات لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ولكن والأهم، رضا الدول الكبرى على البلد المتعثر اقتصاديا، وإلا ما رح يقدموا له الأموال، أو بالمشرمحي وإلا ما في أموال. ولكن هل الاقتراض رح يحل هاي المشكلة؟ إذا ما كان عند المقترض خطة واقعية للسداد، فرح تدخل في دوامة كبيرة مثل الزيادة في الضرائب والتقشف والديون والتأثير الكبير كالمعتاد على الشعب الفقير. رح تكون خدمات الصحة أسعارها مرتفعة، والتعليم ما رح يكون مجاني، فرص عمل أقل وحتى الأجور أقل. بيقوم الصندوق في تقديم تقرير سنوي وتقييمات للاقتصاد العالمي كمجمل، وتحديد التحديات والمشاكل الاقتصادية الرئيسية اللي بتواجهها معظم دول العالم. في الحقيقة هذا هو صندوق النقد الدولي، ودوره في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي وتقديم الدعم المالي والمشاورة للدول الأعضاء في مجال السياسة الاقتصادية والنقدية. في النهاية، إذا عجبك المحتوى لا تنسى تعطينا رأيك في التعليقات، وتدعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة الحلقة مع الأصدقاء. وهي كانت القصة باختصار.